اتوضى عشان اصلي، لقيت نفسي بيجيلي كده خواطر قديمة، مش عارفة ايه اللي جابها على بالي. كنت زمان لما بصور فيديوز على التيك توك كان بيبقى فيه بقى جو الليبسينج والكلام ده، فلقيت نفسي غصب عني يعني الأغنية جت على دماغي، فافتكرت الفيديو اللي أنا كنت مصوراها وقتها وازاي كنت بهز كتافي وأنا بترقص in public قدام العالم كله بترقص على الأغنية. لقيت نفسي سرحت كده اللي هو سبحان مغير الأحوال، من حد دي عقليته اللي هو خلينا نكون متفقين ان الرقص ان بابليك ده معناه ان هنا في فضا، حتى ولو مش بشكل كبير بس في جزء فيه فضا، يعني ان الانسان مش عارف قيمة نفسه ومش مدرك الجزء اللي هو فيه من البعد عن ربنا وعن الدين وعن الحرام والحلال، وهو فين المكانة اللي هو فيها اصلا. فكل الافكار دي قعدت تك 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 كده زي الصواريخ في دماغي، اللي هو يعني الحمد لله ان ربنا رزقني نور البصيرة، لان انا اوقف كده، اوقف ان انا اعمل كده، ان انا ابقى مقتنعة من جوه قلبي ان ده حرام، ما ينفعش اعمل كده. يعني الاسلام مكرمني ان مفيش حد يشوف جزء مني، ما حدش يشوفني وانا بتدلع، ما حدش يشوفني وانا بتمايل، اللي هو واجي انا اعمل كده عادي. يعني اللي بقول اللي ما يشوفش يشوف ويتفرج ويخش وبسط عينك وبسط شيطانك اللي هو ايه ده. ان الزينة اللي كانت مبالغ فيها من ميك اب وحاجات كنت بعملها وضوافر بقى، وكنت ببقى طالعة مش في كامل، ده انا في كامل زينتي، هو بس لبسيني فستان فرح بقيت عروسة. فكان امر مبالغ فيه من التفكير الخاطئ البعيد اللي الحمد لله ان ربنا عافاني منه. وما زلت لحد يومنا ده من بعد التحول الكبير اللي حصل في حياتي الحمد لله، لما بشوف بنات لسه بتعمل الفيديوز ديت ولسه بترقص على اغاني ولسه بتطلع تهز وسطها وبتبقى مبينه تفاصيل جسمها من الفستان اللي هي لابساه ولابسه طرحه مش طرحه ومطلعه نص شعرها او مش محجبه اصلا، او الانقح من كده ان هي تبقى بتلبس حاجات مفتوحه وعريانه. انا مش ببص لهم بصه مضايقه، انا ببص لهم بصه شفقه، بصه مضايقه عليهم، بصه اللي هو عيني يا بنتي، يا لهوي ربنا يهديكي، ربنا يصلح لك حالك وبفضل ادعي لهم جوه قلبي كده اللي هو يا رب ينور بصيرتك، يا رب يعرفك حقائق الامور، يا رب تلمسك الحته بتاعت اللي هو خلاص انتي عرفتي الصح اللي المفروض يتعمل. ومش هكدب عليكم كمان، يعني انا ساعات في ناس بخش ابعت لها، بقول بقى شافت المسج او ما شافتش، بعمل اللي عليا وببعت لها اللي هو يعني دوري، طب شوفي البودكاست ده، وببعت لهم حاجات ممكن يتفرجوا عليها. في ناس ممكن ترد شكرا ميرسي بتاع، وفي ناس ممكن ما تشوفش المسج اصلا، بس بحس ان انا عملت اللي عليا اتجاهك، يمكن ربنا يا رب يكون ده طرف الخيط اللي يخليكي في حتة تانية من اللي انت بتعمليه ده. ربنا يا رب يهدي بناتنا ويهدي أمة محمد جميعا، وكل حاجة انت بتعمليها راجعي نفسك فيها، اعرفي ربنا اكتر، اسمعي عن دينك اكتر، اسمعي بودكاست كتير ليه علاقة بالدين لناس انت ممكن تكوني متقبلاهم او حباهم، عشان هتتسألي على ده. كنت بتعملي ايه في وقتك لو قلتي ان لربنا ان انت ما تعرفيش؟ وقتك بيضيع في ايه؟ في سكرول على التليفون، في تقليب، في تضييع وقت، في اصل انا نازله مع اصحابي عشان نازلين نعمل معصيه، اصل انا كنت مسحوله في مش عارف كورس الميك اب اللي كنت باخده عشان اروح اعمل برضه بيه معصيه وازين بيه البنات واشد الفتنه على الجيل وعلى الشباب اللي موجود. يعني الموضوع ليه تطورات وابعاد يا جدعان الواحد ما كانش مدركها. عارفه ان كلامي ده ممكن يكون تقيل على ناس كتير، اللي هما انت بتقولي ايه، فتنة ايه وميك اب ايه اللي بيفتن وبتاعت ايه اللي ما هي المشكله ان هي بتبقى كده. انا عارفه انا جايه من هناك، ما بتقتنعيش بحاجه، ده بيبقى بالنسبه لك الكلام ده اللي هو اتس عبس، ده عبس اللي انت بتقوليه ده معايا. انت عايزه تفهميني ان صاحبه الايلاينر دي بقى جابت رجل الواد وفتنته وبهدلته؟ ما هي المشكله انه انت جميله وخلقتي جميله وفاتنه وربنا بيغطيكي عن العين وبيحفظك، انت لا، اتس نيفر ايفر. انا عايزه املط، انا عايزه اتسلت من هدومي، من اخلاقي، من ديني، من كل حاجه. الناس من كتر ما هي بعدت عن دينها صعبوا الحياه على بعض، كل حاجه بقت صعبه، الواحد حتى عشان يعمل الحاجه بقى بيجاهد نفسه اضعاف اضعاف مضاعفه، ان احنا ما بقيناش مسهلين على بعض كل حاجه. على عكس مثلا زي رمضان بتلاقوا الروحانات اللي حوالين الواحد مساعداه ان هو ينزل يصلي تراويح في الجامع، يلا نصوم، ده احنا هنفطر سوا وبتاع، بيبقى فيه كده اللي هو نوع من انواع التعاون، والفعل لما بيبقى جماعي بيدي نشاط وطاقة ورغبة، على عكس لما انت قاعد وسط ناس بتعمل سلوكيات غيرك، انت بتحاول تنجو بنفسك من ده، قاعدين
اهلك ولا اصحابك عمالين اللي يشيشوا واللي يشربوا واللي يعملوا، وانت معلش يا جماعه استاذنكم روح اصلي. ما صعبه، شيطانك قاعد هنا كده، قاعد جنب رقبتك. صلي ايه بس، صلي ايه، يقعد بس خد لك نفس ولا خد لك بق، انسى هموم الدنيا ولا لا لا لا، الموضوع بقى صعب، بقى صعب على الناس، والواحد حتى يحاول ينصح اي حد، بقى فيه نوع من انواع الصد، ومليون ألف حيطة بينك وبين الشخص اللي انت بتنصحه. هو مش سامع، مش مدرك، هو مش حاسس. هو بالنسبة له اللي انت بتقوله ده، انت بعد روح اتكل على الله بقى، ما تفصلناش بقى. مش عارفة انا فتحت في الكلام تاني، بس يا رب اهدينا، اهدينا يا رب، واهدي بناتنا واهدي شبابنا واهدي أمة محمد، وعرفوا ربنا. هتلاقوا الأمور بقت أسهل عليكم في العبادات. مفيش حد بيعبد حد ما يعرفوش، مفيش حد بيوحشوا حد ما يعرفوش، مفيش حد بيحس ان هو عايز يعمل كل الحاجات اللي بعيد عن رغباته وشهواته لحد ما يعرفوش. انما لما تعرفي ربنا وتسمعي كلام عنه كتير، تتعمقي في صفاته وفي اسمائه وفي رحماته اللي مغرقه القرآن، تلاقي نفسك لا انت العبادات بقت اسهل عليكي كتير من الاول. كفايه كده، كفايه كده، انا طولت عليكم قوي.